اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يقظة الدولي. معانا النهاردة دكتورة فاطمة عطية، رئيس اليقظة الدوائية بالمستشفى. اهلا بحضرتك يا دكتور فاطمة. عليكم السلام. اهلا بيكي دكتوره نرمين، جزاك الله خيرا. مش عايزه اوصف لك قد ايه انا سعيده بوجودي معاكي النهارده في البودكاست، وهدفه اللي هو هدفه الاساسي نشر علم اليقظه الدوائيه بشكل مختلف وشكل يفيد الناس باذن الله، وعلى مختلف التخصصات وعلى مختلف الادويه او الامراض او التشخيصات اللي ممكن تقابلهم في حياتهم باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. واول سؤال الناس بتسأله لما يسمعوا كلمة يقظة دوائية بيستغربوا جدا من الاسم ده، فحابين نعرف حضرتك يعني ايه يقظة دوائية؟ تمام، هو فعلا ده الموضوع ده قابلنا كتير في بداية عملنا. الناس فعلا بتستغرب يعني ايه كلمة يقظة، وبتبقى عايزة تقول طب انا يعني انا عايزة بس اعرف كلمة يعني ايه يقظة اصلا. هو الموضوع ببساطة شديدة جدا ان هو علم بيهتم برصد وتجميع وتحليل، ومن بعد كده منع الآثار الجانبية للأدوية. يعني ايه؟ يعني ان ما في، يعني عشان ابقى صريحة واونست مع حضرتك، ان ما فيش اي دواء ملوش آثار جانبية، بس ان بيبقى عندي كفتين ميزان، انا بشوف الدواء استخدامه ايه وفيداته ايه، والكفة التانية الاضرار او الآثار الجانبية اللي بتبقى ناتجة عليه، وبشوف التوازن ما بين كفتين الميزان. هل الدواء ده فعلا بيعرف يعالج لي التعب او المرض اللي الشخص بيشتكي منه مقابل الآثار الجانبية بتاعته، وبيبقى لها تحليل وبيبقى لها حاجات. مثال توضيحي اكتر، ان لازم على اساس انا اقدر اقول ان ده اثر جانبي من الدواء لازم يبقى فيه بالفعل دواء المريض بياخده. بمعنى مثلا انا باخد دواء للضغط، ولاحظت بعد ما خدت دواء الضغط ان بيحصل سقوط في الشعر، من هنا ببدأ أربط الأحداث وأقول قد يكون إن الدواء هو اللي بيسبب لي سقوط الشعر. إحنا بقى في اليقظة بنتلقى هذه الشكوى وبنعمل لها أناليسز وتحليل، ونشوف حاجة اسمها سببيتها، ونقدر نشوف فعلا هل الدواء السبب ولا لأ، ومن ثم نقدر ننصح العيان يغير على دواء تاني ولا يعمل إيه بالظبط. ده كده باختصار، وأكيد هيبقى لنا جولات تانية وصولات تانية إن شاء الله في اليقظة بتفسيرات أكتر وشرح أمثلة أكتر تناسب كل الناس. شكرا لحضرتك يا دكتور. وبما اننا بنحتفل باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد، حابين نعرف من حضرتك ايه هي الادويه المتوفره في نفقه الدوله، وازاي بنقدر نتعامل مع الاثار الجانبيه بتاعتها. طبعا بالمناسبة ديت أنا بوجه تحية وشكر وتقدير لكل محارب تصلب متعدد، ولكل أسرة فيها محارب تصلب متعدد، يعني بأناشدهم ان هم يعني يلجأوا للمختصين وياخدوا الكلام من حد مختص وحد معني بالامر، وما يتجهوش ان هم يسمعوا على السوشيال ميديا او التجارب السلبية، لان الحاجات دي كلها بتفرق. احنا النهاردة هنعرف مع بعض ان شاء الله الادوية الموجودة او المتوفرة حاليا في جمهورية مصر العربية، والحاجات المشهورة ليها اثار جانبية، وازاي ان انا استخدم الدواء بطريقة صحيحة عشان اقدر اقلل من الاعراض دي. الدواء رقم 1 معانا هو الدايميثايل فيوميريت، واللي هو موجود في السوق باسم الماروفاروكس او الماركليروزس. ده معروف عنه ان هو بيسبب تعب في المعده شويه. طب انا هتجنب ده ازاي؟ ان انا اخده مع الاكل، او كمان اخده مع كوبايه زبادي كامله الدسم، او ممكن معلقه زبده فول سوداني اذا متاحه ليا، او ممكن اخده مع الفول السوداني، او اخده في وسط الوجبه الرئيسيه اللي هي بيبقى فيها كميه بروتين مناسبه. الحاجة التانية ان الدواء ده برضو معروف ان هو ممكن يسبب زي صهد كده او احمرار في الوش والخدود. لو ده حصل، احنا بالحل بتاعه ان احنا بناخد اسبرين تركيزه اللي هو 325 ملي جرام، بناخده قبل الدواء بنص ساعة. وبرضو نخلي بالنا ان الاسبرين ممكن يأثر على تعب المعدة، فبرضو هناخده ناخد الوجبة بتاعتنا وناخد الاسبرين ونستنى نص ساعة ونقوم واخدين الدايميثايل فيوميريت او الماروفاروكس. الدواء رقم 2 معانا هو الريتوكزيماب، وده دواء بيتاخد عن طريق محلول تنقيط وريدي، ولازم يتاخد في المستشفى تحت إشراف طبي، وبيتاخد قبل منه أدوية تمهيدية عشان أقلل من تفاعلات الحساسية بتاعته أو الإحساس بالألم.
بعد كده دواء رقم 3 هو الاوكريفوس، نفس الفكره برضو ان هو بيتاخد محلول تنقيط وريدي، باخده في المستشفى، وباخد قبل منه ادويه تمهيديه زي الديكسا والافيل والبنادول. نفس الفكره مع التايسابري برضو بيتاخد تنقيط وريدي وبيتاخد تحت اشراف طبي في المستشفى. الدواء رقم 5 معانا هو الريبيف، والدواء ده بيتاخد كحقن او بيتاخد تحت الجلد، وده ان انا ببقى محتاجة ان انا اخده بالليل في نفس الميعاد عشان اريح بعده، وممكن اخد حباية بنادول قبل منه بنص ساعة، وممنوع منعا باتا ان انا احقن في مكان فيه التهاب او احمرار او التهاب. الدواء اللي معانا بعد كده هو الافونكس، وبرضو ده بيبقى حقن، وبرضو نفس الفكرة ان انا ممنوع ان انا احقن في مكان فيه احمرار او التهاب. نفس الفكرة برضو مع البيتافيرون اللي هو لو المريض شديد النحافة انا باخده تحت الجلد في منطقة يعني يكون فيها كتلة هيكلية كتلة عضلية كويسة، وباخده في الفخذ. اكتر دواء بيستخدم معانا او نسبة المرضى او عدد المرضى اللي بياخدوه كتير هو الفنجولومود، او الاسم التجاري بتاعه سفنجومود او الجيلينيا. ده لازم اول جرعة بتتاخد تحت اشراف طبي في المستشفى عشان بتابع الضغط وبتابع رسم القلب. بس هو ده حضرتك الأدوية دكتورة نرمين اللي موجودة، وده كيفية التعامل معاها عشان أقدر أخد أكتر فايدة ممكنة منها وأقلل أكتر ضرر منها. وبرضو أناشد كل محارب تصلب متعدد بياخد أي دواء ولاحظ أي حاجة غريبة يتواصل معانا على الفور ولا يتردد. الحاجة التانية برضو لو اتضاف له أي حاجة أدوية جديدة يتواصل معانا عشان نقدر نقوله هل الدواء ده ينفع معاه ولا ما ينفعش، وينفع معاه علاجه ولا ما ينفعش. لأن وارد يا دكتورة إن يحصل الأثر العكسي نتيجة حاجة اسمها تفاعلات دوائية. أنت تاخد دواء وأنت مش عارف مثلا الدواء ده ممكن يتفاعل مع الدواء اللي انت بتاخده وينتج لك اثر عكسي قد يكون يعني غير مرغوب فيه او غير مستحب، او لا قدر الله يكون خطير يؤدي الى دخول المستشفى. اتفضل. شكرا لحضرتك يا دكتورة فاطمة، معلومات قيمة. واخر سؤال عشان ما نطولش على حضرتك، دايما بيسأل متابعينا انا عندي هجمة وعارفة علاجي وهاخد سوليميدرول، فبالتالي اقدر اخده كام يوم؟ فحضرتك بقى تردي تقولي ايه؟ طبعا انا ما انصحش ولا رد على اي سؤال خالص زي ده، وبنصح كل محارب تصلب متعدد حتى لو انت متاكد وعارف انها هجمه، لا طبعا انت بتتوجه لاقرب وحده تصلب متعدد او الوحده اللي حضرتك متابع معاها او الدكتور حضرتك المسؤول عن الحاله، وبتوصف له الاعراض بالظبط، لانها ممكن ما تكونش هجمه وبتختلف الاعراض او بتتداخل مع اعراض حاجه تانية او دور برد او ولها تحاليل ولها حاجات كتير بتتعمل. وما انصحش طبعا ان احنا ناخد كورتيزون او السوليمودرول، لان ده كورتيزون وبجرعات عاليه جدا واثارها الجانبيه غير مستحبه، فممكن ما تكونش هجمه وابقى انا كل اللي عملته في نفسي ان انا حطيت دواء له اثار جانبيه مش كويسه عليا. لا ما انصحش بكده، ونتوجه للوحده او للدكتور ونساله، وهو هيقول لي انا تتعامل ازاي في الموقف، وهيقول لك المفيد لحالتك ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك يا دكتورة فاطمة، معلومات مفيدة جدا وقيمة، نتمنى ان كل المتابعين يفهموها كويس قوي. شكرا لكل متابعينا، ونقابل حضراتكم في بودكاست جديد ومعلومات جديدة.